في قعدة النهاردة مش جايين نحكي عن موضة ولا ندي نصايح، احنا جايين نحكي عننا، عن نظرات بنشوفها وكلام بيتقال من غير ما حد يعرفنا اصلا. جايين نسأل ليه بنحكم على بعض بسرعة، ويا ريت نجاوب مع بعض بصوت هادي من القلب. لو بتحبي القعدة والفضفضة يبقى مكانك هنا مع قعدة ستات. هاتي قهوتك وركزي معايا، القعدة ابتدت. ليه بنحكم على بعض من غير ما نفهم؟ انا عندي سؤال، يمكن السؤال ده بسيط بس تأثيره كبير قوي. ليه اول ما بنشوف ست نحكم عليها من غير ما ندي نفسنا فرصة نفهمها؟ من لبسها، من نبرة صوتها، من ضحكتها، من طريقتها في الكلام. ليه دايما بنحط بعض في خانات ضيقة قوي؟ لو لبسها لافت نقول بتحب تلفت النظر، ولو لبسها بسيط نقول مش مهتمة بنفسها، ولو صوتها عالي نقول قليلة الأدب، ولو هادية نقول معقدة أو مغرورة. يعني فين الصح؟ مين بيحط القواعد دي؟ وليه لازم نمشي وراها من غير ما نسأل؟ اللي يمكن ناس كتيرة مش بتفكر فيه إن كل واحدة فينا عبارة عن قصة كاملة، قصة فيها أوجاع وضغوط، اختيارات، تضحيات. يمكن لبسها ده بيخليها تحس إنها مسيطرة على حياتها لأول مرة في حياتها، يمكن ضحكتها العالية دي كانت مختفية من سنين بسبب خوف أو قهر، ويمكن سكوتها مش تكبر بس وجع مش لاقي الكلام اللي يطلعه ويعبر عنه. مش دايما الحكاية باينة من أول نظرة، ومش دايما الظاهر هو الحقيقة. احنا كبنات وستات اتعودنا نتحاسب من المجتمع، من أهلنا، من الشغل، ومن نفسنا كمان. بس الأصعب لما نحاسب بعض اللي المفروض يكونوا أمان لبعض، بقينا أوقات أكبر ناس بتجرح في بعض. بس تخيلي لو بدل ما نحكم سألنا، لو بدل ما ننتقد احتوينا، لو بدل ما نصنف سمعنا. عارفة ايه كمان؟ احنا مش بس بنحكم على بعض، احنا ساعات بنخاف من اللي مختلف عننا. لو واحدة مش بتمشي بنفس القواعد اللي احنا حافظينها بنبعد عنها، مش علشان غلط لكن علشان مش شبهنا. بس الحقيقة الاختلاف مش تهديد، الاختلاف فرصة علشان نفهم وجهات نظر جديدة، فرصة علشان نسمع عن حياة غير اللي احنا عشناها، فرصة نوسع الدواير بتاعتنا ودواير تعاطفنا. يعني ايه نتعاطف؟ يعني نحط نفسنا مكان بعض حتى لو لثواني، يعني نقول انا مش فاهمة موقفها بس هحاول احس بيه، وده مش ضعف، ده قوة، وقوة نادرة كمان. وبعدين تعالي نفكر شوية، احنا ليه مستعجلين نحكم؟ يعني مين فينا كامل؟ مين فينا ما عملش حاجة وتحاسب عليها ظلم؟ مين فينا ما كانش محتاج يوم واحد بس حد يسمعه من غير ما يعلق، من غير نصايح، من غير احكام، من غير مقارنة؟ انا عارفة ان الدنيا سريعة، بس لو القعدة دي خلتك تهدي وتفكري قبل ما تحكمي يبقى كفاية، يبقى احنا كده وصلنا لهدفنا. خلينا نحاول كل مرة نشوف فيها ست مختلفة نفكر ان وراها حكاية، وان اللي باين منها ما هوش كل حاجة، وان مش لازم تكون زينا علشان نحترمها. كل واحدة فينا بتمر بحاجة حتى لو ما بتقولش، والقعدة دي مش عشان نقيم بعض لكن علشان نفتكر اننا مش لوحدنا، واحنا لما بنفهم بعض بنسند بعض، ولما بنسمع لبعض بنقرب اكتر. القعدة اللي بينا النهاردة مش علشان نعلم على بعض لكن علشان نفهم بعض، نهدى ونفكر ونراجع نفسنا. انا مش بقول اننا لازم نحب كل الناس، بس على الاقل ندي لبعض فرصة حقيقية، فرصة نشوف اللي ورا الشكل، ورا اللبس، ورا الاسلوب، نشوف الانسانة. لما تفتكري ان كل واحدة وراها حكاية هيكون أسهل إنك ترحمي قبل ما تحكمي. وما تنسيش تاني وتالت ورابع، الستات مش ضد بعض، احنا لبعض وسند لبعض، ولو فهمنا بعض بجد. ودي كانت قعدتنا النهاردة. لو حسيتي ان الكلام لمسك ابعتيه لصاحبتك، يمكن الكلمتين دول يغيروا نظرة او يفتحوا قلب. انا مش جاية اغير العالم، بس يمكن بكلمة نغير فكرة، ويمكن بالقعدة دي نقرب من بعض خطوة. لو عجبتك القعدة ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وافتحي الجرس علشان القعدة الجاية تلاقينا سوا هنا في قعدة ستات.